قبل ما نخش في الحلقة فعايز أفكرك بحاجة مهمة جدا. السيزون اللي فات اللي فنش الأول على العالم كان ترتيبه بعد الجولة الرابعة، كان مركزه 1,200,000 على العالم، وفنش السيزون وهو الأول على العالم. فهل ده معناه حاجة؟ السيزون ده أكيد ليه معنى طبعا. إيه هو بقى؟ إن إحنا ممكن السيزون ده عادي جدا نفنش ال2 مليون على العالم. أنت فاكرني إن أنا هقولك نفنش الأول على العالم؟ ده احنا يا اسطى كحيانين، ده احنا بنكح التراب، ده احنا بنعد النقط بتاعتنا من غير هالاند وبنشوف كام نقطة متبقيين لنا. لا بجد بقى مش هزار، هو مفيش حاجة مستحيلة خالص. مش هقولك انك تفنش اول على العالم، بس يعني مفيش حاجة بعيدة. انا ممكن اللي بكلمك ده تلاقيني في الاخر الاول على العالم وقتها، بص، ولا هتلاقيني بعرفك خالص، هتلاقيني بعت القناة اصلا وخلاص ومسافر انجلترا بقى يا باشا، قاعد اسبوع هناك وقاعد جنب السير اليكس فريكسون في الماتشات والدنيا تمام معايا. ومش بعيد ان انت قاعد بتتفرج عليا بجد ان انت تلاقيك الاول على العالم. ترتيبك اول 4 جولات ملهوش اي مقياس انك هتكمل كده، سواء ان انت كنت ترتيبك كويس او ترتيبك وحش، لان بعد اول 4 جولات دول يعتبر دول جولات تحضيريه. انت لو مخطط كويس ومثلا ترتيبك وحش وخططت كويس وظبطت دنيتك ولميت اوراقك كده وظبطت دنيتك، هتلاقي نفسك بتعلى في المراكز وبتظبط دنيتك. واعتبر ان اول 4 جولات دول ده موسم تحضيري. ولو انت برضو ترتيبك اول 4 جولات يعني كان كويس، ما تتغرش بقى وتقول ان انا تمام وبتاع، لا، ذاكر اكتر وادرس اكتر وهتلاقي ان انت برضو يعني ممكن تكمل اكتر وترفع اكتر باذن الله. فعايزين كده قبل ما نخش الجولة الخامسة حماس، وعايزين كده نرفع الريتم ونظبط دنيتنا ونظبط تشكيلتنا ونخش كده بحماس مختلف وبهجة تاني خالص. ولو انت طبعا اول مرة بتتفرج عليا، فانا مروان رفعت ودي قناتك سياحة فانسي، واتمنى انك تعملي لايك واشتراك في القناة عشان ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. بالنسبة بقى للويلد كارد، لو انت دلوقتي عايز تعمل ويلد كارد علشان تغير 3 او 4 لعيبة بس، فبلاش، لسه كده كده في توقف دولي بعد الجولة الثامنة. انما لو في تشكيلتك اكتر من لعيب عايز تغيرهم وخلاص مش طايق نفسك، فدلوقتي ان انت تلحق نفسك وتظبط دنيتك. اما بقى لو انت خلاص عملت الويلد كارد، فخلاص كده بقى ونشوف احنا ايه بقى افضل الفرق، سواء انت كنت عملت ويلد كارد او لا. نشوف افضل الفرق الجولات الجايه، ان احنا نشوف منهم لعيبه وافضل الاحصائيات، ونشوف برضو في اخر الحلقه عملت لك تشكيلتين كده من نتيجه الكلام اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي عن افضل اللعيبه، جمعتهم لك في تشكيله ميكس من دول وميكس من دول، وان احنا نشوف دول افضل تشكيلتين كده من وجهه نظري للجولات الجايه. حط في بالك برضو ان انت ما تاخدش التشكيله كوبي بيست وتحطها عندك. احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي وبنتكلم بالاحصائيات وبالارقام وكل حاجه، وفي الاول والاخر ده تشكيلتك انت ودي دماغك انت يعني. تعالى كده نتكلم الأول عن إحصائيات سريعة للفرق أول 4 جولات دول، نشوف إيه أفضل الفرق أول 4 جولات كهجومية. أول إحصائية معانا، دول أكتر فرق سددت من جوه المنطقة، دول الفرق الخطيرة الهجومية إن إحنا نبص عليهم برضو. طبعا برايتون من غير كلام، أول فرقة 53 تسديدة، السيتي 51 تسديدة، كريستال بالاس 51 تسديدة، وكريستال بالاس السيزون ده كويس جدا جدا هجوميا. برينتفورد 50 تسديدة، نفس الكلام بتاع كريستال بالاس. وتوتنهام طبعا 48 تسديدة. الإحصائية التانية معانا، دول أكتر فرقة جات لها فرص مؤكدة. برينتفورد 15 فرصة، برايتون 14 فرصة، تشيلسي 14 فرصة. تشيلسي دول مثلا 14 فرصة مثلا منهم 12 فرصة ضيعهم جاكسون لوحده. ايفرتون 14 فرصه، ليفربول 12، استون فيلا 12، مانشستر يونايتد 12 فرصه. الاحصائيات دي توضح لك حاجه مهمه. طبعا احنا عارفين ان برايتون فريق خطير هجومي من غير ما احنا نبص على الاحصائيات ولا اي حاجه، وطبيعي السيتي وطبيعي توتنهام وطبيعي دول. انما انت تتفاجئ من مثلا من الاحصائيه دي من فرقه زي برينتفورد من اخطر الفرق الهجوميه السنه دي هي وكريستال بالاس. فدي حاجه ما تجيش على بالك لو انت مثلا ما بتتفرجش على ماتشاتهم كويس او حاجه. انت مثلا تبقى فاكر ان هي فرقه في نص الجدول عادي وخلاص بتكسب واحد بالعافيه ولا حاجه، لا، فرقتين زي دول بيروحوا كتير على الجون وبيعملوا هجمات كتير. طيب الاحصائيات دي بقى تخلينا ان احنا نروح نشوف جدول الفرق اللي عندهم افضل ماتشات الفتره الجايه ايه هم. اول فرقه عندها ماتشات سهله جدا الفتره الجايه هي ليفربول من غير كلام. بص كده معايا الجدول بتاعهم ايه: ويفرهامبتون، وست هام، توتنهام، برايتون، ايفرتون، نوتنجهام. مفيش اي فرقه من دول ان ليفربول ما تقدرش تسجل فيهم هجوميا. انا بتكلم عن الماتش كان من ناحيه ان هم يفيدونا كهجوميا، انا مش معنى كده مثلا ان ليفربول هتكسب كل الماتشات دي. انا بتكلم يعني هل انت عندك شك ان ليفربول تسجل قدام توتنهام بالخطه اللي بيلعب بيها مدرب توتنهام الجديد ده، اللي هو مثلا بيلعب تقريبا بخطه 1-9، اللي هو واحد بس في الدفاع وكله في الهجوم. نفس الكلام قدام برايتون، نفس الكلام قدام ولفرهامبتون اللي دفاعها ملط. طبعا اخطر اتنين من ليفربول بدون اي كلام، صلاح رقم واحد طبعا، ويجي بعده لويس دياز. الباقي كله معرض ان هو روتيشن، سواء كان نونيز او يوتا او جاكبو، الباقي كله معرض ان هو روتيشن. ونفس الكلام في الدفاع، مش شايف ان هم يعني كان دفاع متماسكين جدا ودفاعهم غالي، يعني مثلا زي ارنولد 8 مليون هو ومش بيزيد زي السيزون اللي فات.
فمش شايف ان بصراحه كدفاعهم افضل حاجه. افضل تاني فرقه عندهم جدول سهل الفتره الجايه هم مانشستر يونايتد. بص كده جدول اليونايتد عامل ازاي: برايتون، بيرنلي، كريستال بالاس، برينتفورد، شيفيلد، السيتي. تقريبا ماتش السيتي الوحيد هو الصعب، والسيتي على ملعب اليونايتد كمان، بس يعني اعتبر ان هو ده فعلا الماتش الصعب. انما الباقي سهل جدا اليونايتد يسجل فيهم وبسهوله جدا كمان. طبعا اخطر اتنين من اليونايتد من غير كلام هما راشفورد وبرونو. طيب هنا بقى السؤال المعتاد: راشفورد ولا برونو يا مروان؟ الفكرة كلها في ان اول 4 جولات برونو كان اخطر احصائيات وكل حاجة، برونو كان اخطر. انما كان حط في بالك ان راشفورد كان بيلعب فيهم مهاجم. فالفكرة كلها في ان راشفورد الفترة الجاية هيلعب وينج، وهويلاند ده رجع خلاص وهيلعب هو المهاجم. راشفورد كلنا عارفين من السيزون اللي فات وجربناه لما بيبقى وينج بيبقى عامل ازاي. برونو معاه البلينات وكل حاجه، بس فعلا راشفورد هو اللي بيبقى اخطر على الجون من برونو كوينج، وخصوصا في الماتشات القويه اللي هي خارج ملعب اليونايتد. ان اليونايتد بيلعبوا على الهجمه المرتده، وطبعا ما اقولكش بقى ان راشفورد في المساحات بيعمل ايه. دفاع اليونايتد ابعد عنهم خالص، سواء كان الحارس اونانا البالونه ده او حد من الدفاع. تالت فرقه معانا من اكتر الفرق اللي عندها جدول سهل الفتره الجايه هي توتنهام. تعالى كده بص معايا جدول توتنهام عامل ازاي: شيفيلد، ارسنال، ليفربول، لوتون، فولهام، كريستال بالاس. ما تجيش تقول لي ان ماتش الليفر والارسنال دول ماتشين صعبين لتوتنهام. انت عندك شك بخطوره توتنهام الهجوميه دي ان هي تسجل في دفاع الارسنال المضحك ده حتى لو الماتش على ملعب الارسنال؟ انا بحب الارسنال وكل حاجه، بس الفانتازي ملوش علاقه بقى بالحب والكره. عندك بقى حد زي سون والارسنال المساحات اللي بتسيبها في ظهرها على ملعبها يا سلام بقى، ما اقولكش هو وماديسون بقى يعملوا احلى ثنائيه في الماتش ده. وطبعا الليفر من غير كلام على ملعب كمان توتنهام، ودفاع الليفر ملط اكتر من الارسنال كمان. دفاع توتنهام السيزون ده هو بصراحه وحش جدا وكل حاجه، لكن انا بتكلم على الاظهره بتاعتهم اللي هم بيدروبورو او اودوجي. دول اخطر اتنين، لان احنا مش بنجيبهم عشان الكلين شيت، احنا بنجيبهم عشان الاسيستات. بالنسبه لبيدرو بورو ولا اودوجي، بيدرو بورو اول 4 جولات هو اخطر كاحصائيات واخطر كعين وانت بتتفرج على الماتش، انما هو معرض للروتيشن اكتر من اودوجي علشان عنده ايمرسون رويال. انما اودوجي هو وارد ان هو يلعب 90 دقيقه كل ماتش ثابتين. انت عايز تاخد الريسك وتروح مع بيدرو بورو براحتك، بس تبقى عارف ان هو في ماتش وارد جدا ان هو يقعد احتياطي وتلاقي ايمرسون رويال بيلعب، وقتها ما تجيش بقى تصيح وتقعد تقول ايمرسون رويال اللي بيلعب والكلام ده. رابع فرقة معانا عندها جدول كويس الفترة الجاية هي الأرسنال. أنا مستغرب جدا من الناس اللي بيقولوا الأرسنال لا عندها ماتشات صعبة، لا إن إحنا نبيع ساكا. ساكا ده أولا غير قابل للبيع كده في تشكيلتك هو وهالاند. ساكا نسبة ملكيته مرعبة إنك تبيعه، بلس إن هو فعلا الواد خطير جدا على الجون. هو أخطر واحد في الأرسنال وده كده كده شيء طبيعي، ومعاه كمان البلينات. تعالى كده كمان بص الجدول الأرسنال، بس سيبك من الأخضر والأحمر اللي بيبقى في جدول اللي عاملينه الفانتازي. أنا بتكلم إن إحنا بنبص كهجوميا الفرقة دي تقدر تجيب لنا نقط ولا لا. ايفرتون، توتنهام، بورنموث، السيتي، تشيلسي، شيفيلد. تقريبا الماتش الوحيد فيهم كلهم هو السيتي، غير كده الباقي ان هو قادر ان هو يسجل عادي جدا. انا شايف ان الارسنال تجيب منها حد بس من خط النص هو ساكا. عايز بقى تزود من الارسنال كهجوم هو خيسوس الفتره الجايه. مارتينيلي ابعد عنه علشان ارتيتا لسه مصمم على رايه ان هو يلعب بهافرتس ده في عمق الملعب، اللي هو معرفش بقى نص وهمي ولا مهاجم وهمي ولا ايه بالظبط. ومارتينيلي واخد الخط على طول علشان يفضي المساحات لهافرتس، اللي هو احنا ما بنستفادش من مارتينيلي في اي حاجه. فانت لو عايز تجيب خيسوس اللي هو اختار ديفرنشال للجولات الجايه ممكن، انما غير كده ما تعملش دبل هجومي من الارسنال في نص الملعب. لكن بصراحه الماتشات دي ما فيش اي ماتش فيهم انا حاسس ان الارسنال تقدر تطلع منه بكلين شيت، وان كده كده اصلا الارسنال عندها ماتش سهل ماتش صعب ما تعرفش تثق في الكلين شيت بتاعهم. طبعا انا مش محتاج اكلمك عن ماتشات السيتي، دول ماتشات سهله ماتشات صعبه، دول فرقه استثنائيه ان احنا نجيب منهم 3 واحنا مطمنين. بالنسبه بقى لبرايتون ونيوكاسل، بعيدا عن جدولهم ان جدول نيوكاسل فعلا الماتشات الجايه كويس، وان برايتون الفتره الجايه جدولهم مش احسن حاجه، لكن بغض النظر عن الجدول عندك مثلا فرقه زي نيوكاسل عندها ماتشات سهله كل حاجه، بس انت شفت المجموعه بتاعتهم في الشامبيونز ليج عامله ازاي. انت عندك شك ان مثلا ايدي هاو هيلعب بايزاك كل جوله مستريح وان انت هتلاقيه كل جوله اساسي؟ لا طبعا، انت هتلاقي ايزاك جوله ويلسون جوله، ايزاك بيلعب في الابطال ويلسون بيلعب في الدوري او العكس، ده بيعمل روتيشن وده بيعمل روتيشن، ونفس الكلام في نص الملعب. وحتى في الدفاع ماشي تريبير مش معرض ان هو يعمل روتيشن وكل حاجه مثلا لو هيلعب اساسي على طول، بغض النظر ان هو كبير اصلا فممكن ان هو يقعدوا دكه عادي علشان يريحوا مثلا ماتشات الابطال. عارف لو هما ما عندهمش دوري ابطال بالنسبه للماتشات السهله جدا بتاعتهم دي كنا احنا نروح نجيب منهم 3 مستريح عادي جدا. برايتون بقى العكس، بس برايتون فيها ميزه عن نيوكاسل ان برايتون طبعا اخطر الفرق الهجوميه في الدوري حتى كمان عن السيتي. انما برايتون عندها الماتشات الجايه جدول صعب، بس الجدول الصعب ده
مش بعيد جدا ان كل ماتش يسجلوا 2 مستريح بالنسبه للهجوم بتاعهم. انما عندهم مجموعه صعبه برضه في اليوروبا ليج، وبغض النظر اصلا ان عندهم مجموعه صعبه، انت عارف ان ديزيربي ده مجنون. ماتش يلعب بميتوما هتلاقي ماتش بيلعب بفاتي، ماتش هيلعب بمارش مش عارف هتلاقي الماتش اللي بعده هيلعب بمين. فاي حد انت هتجيبه من برايتون تبقى انت عارف ان هو وارد جدا ان هو هيبقى قاعد دكه في الماتش اللي بعده، سواء كان ميتوما او مارش، وخصوصا كمان ان ميتوما هيبقى عنده حد زي فاتي. هو اكتر حد ضامن ان هو يلعب اساسي اكتر من برايتون هو مارش، غير كده الباقي كله وارد ان هو يعمل روتيشن، حتى مارش نفسه وارد ان هو يعمل روتيشن. ونسيت حاجه لما احنا كنا بنتكلم عن توتنهام بالنسبه لسون ولا ماتسون. طبعا السؤال هنا المعتاد ان هو سون ولا ماتسون. انا شايف الجولات الجايه الاثنين سون وماتسون، ومفيش اي شك ان سون هيرجع تاني الوينج. هو بعد ما المدرب وظفه وخلاه مهاجم، والمدرب خد السوكسي ان هو رجعه مهاجم وان خلاص وكل حاجه، هيجي في الاخر هيرجعه وينج؟ طبيعي لا يعني. والناس كلها بيتكلموا عن المهاجم الجديد اللي جابوه ان هو ممكن هو اللي هيلعب مهاجم وسون هيرجع وينج. المهاجم ده طلع كده وصرح وقال ان هو افضل مركز ليه بيحبه ان هو يلعب وينج اليمين، اللي هو هيكون اصلا على حساب كولوسيفسكي، والاثنين مع بعض لو في تشكيلتك الاثنين هيبقوا ديفرنشال. سون دلوقتي ما بقاش ديفرنشال، وماتسون طبيعي كده كده مش ديفرنشال. نيجي بقى لاكتر اللعيبه الديفرنشال للجولات الجايه. اول واحد معانا ونسبه ملكيته 5% بس هو عوني او عيوني لو زي ما انت بتنطقه. عوني ده شوف انت الجدول بتاعه عامل ازاي الفتره الجايه، مش صعب خالص. وشوف كمان اول 4 جولات كان بيعمل ايه قدام فرق خطيره، وان هو فعلا نوتنجهام دلوقتي ما بقتش من الفرقه اللي انت تتوقع ان هي كل جوله هتشيل 3 4. لا خالص، نوتنجهام السيزون ده اعتبرها كده زي كريستال بالاس، برينتفورد، من الفرق اللي هي بتقاوح هجوميا وبتقاوح دفاعيا، ماسكه نفسها في الدفاع وكويسه جدا في الهجوم. ورقم 2 معانا هو مهاجم كريستال بالاس ادوارد كانت اول 3 ماتشات ليه كانت احصائاته كويسه جدا، بس ما كانش بيعمل حاجه قوي. لكن الماتش الاخير ده بدات ان هو ارقامه فعلا تترجم ان هو شوف جاب كام نقطه في الجوله الرابعه. وان حتى كمان ايزي، او على فكره ايزي لسه برده اختيار ديفرنشال اللي هو تقريبا مع 11% او حاجه. فايزي برضو يعتبر من اختيار الديفرنشال هو وادوارد. واحنا شفنا في احصائيات كده اللي احنا اتكلمنا عنها، شفنا كريستال بالاس خطيره جدا في الهجوم ازاي، سواء كانت على ملعبها او بره ملعبها. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاحصائيات لافضل الفرق اول 4 جولات، واتكلمنا عن افضل الفرق عندهم جدول كويس الفتره الجايه. تعالى بقى ناخد الكلام ده كله نحطه في تشكيلتين كده، نشوف الافكار كده ونشوف يعني نعمل ميكس بقى من كل اللي احنا قلناه كده في افضل تشكيلتين. اول تشكيله معانا اريولا، هو ثابت في التشكيلتين، حارس ب4 مليون، بيلعب في وست هام اساسي، دفاع وست هام يعني مش اوحش حاجه، هو كويس ممكن تحتاجه في بعض من الماتشات، فيبقى معاك ده احسن كمان من ترنر. والتاني حارس معانا هو إيدرسون احنا مش جايبينه من جمال عيونه، احنا كلنا عارفين إيدرسون خرم ازاي، ده لو اتشطت عليه حرفيا تلاجة هتخش بكل حاجتها. لكن احنا جايبين إيدرسون عشان بس يكون جافر من دفاع السيتي. نيجي بقى للدفاع. الدفاع ده هو العامل الثابت في التشكيلتين، ان احنا هنلعب ب3 دفاع. عارف لو في يعني خاصيه ان احنا نلعب بواحد مدافع بس نعملها. الدفاع وحش جدا السنه دي، ان مفيش فرقه بتطلع بكلين شيت، فاحنا نعتمد ان احنا نجيب الباكات ان هم اللي بيتقدموا ان هم ممكن يعملوا لنا اسيستات. غير كده من انت ما تستنظرش من ان الباك ده هيعمل لك كلين شيت، الا يعني لو ممكن كل فين وفين يعمل لك كلين شيت. هنري وتشيلويل وكاش واودوجي واندرسون من لوتون ب4 مليون، انا جايبه بس عشان اكمل تشكيله، فانت لو شايف اي حد ب4 مليون يكون كويس هاته، بس احنا كده كده مش هنحتاجه يعني. نيجي بقى لنص الملعب والحلويات والقطايف واللطايف كلها في نص الملعب. ساكا ومبويمو وسون وماديسون وراشفورد. ساكا ومبويمو دول لازم يكونوا معانا. ساكا نسبة ملكيته مرعبة ومعاه ضربات الجزاء، ومبويمو نفس الكلام، واحنا كلنا شفنا في الاحصائيات ان برينتفورد خطيرة ازاي في الهجوم. وسون ومادسون انا شايف ان افضل فرقة ان احنا نعمل منها دبل هجومي هي توتنهام. وراشفورد عشان الجدول بتاع اليونايتد الفترة الجاية سهل، علشان برضو احنا لازم يكون معانا حد من اليونايتد، فانا شايف ان راشفورد افضل خيار. نيجي بقى للهجوم ال 14 مليون اللي احنا مجبورين عليهم، طبعا هالاند والفاريز وارشر. الفاريز انا بس عندي نقطه ان هو ممكن يكون الفتره الجايه ان احنا هنخش من الشامبيونز ليج وكل حاجه، فممكن وارد جدا ان هو هتلاقيه ماتش من الماتشات هتلاقيه دكه. اول 4 ماتشات لعب اساسي كل حاجه، بس احنا هنخش في الشامبيونز ليج، فهو الوحيد اللي هيكون ثابت معانا هالاند، ان هو هيكون اساسي في السيتي سواء كان شامبيونز ليج او الدوري. الباقي بقى هيتغير بقى، يعني سواء كان فودن في نص الملعب او دوكو او الفاريز قدام، فاي حد وارد ان هو يتغير. ارشر هو افضل مهاجم ب4.5 لو انت عايز تجيب مهاجم ب4.5، وكمان ان هو هيلعب اساسي في شيفيلد وشفناه الماتش اللي فات، بس ما تتوقعش ان هو يعمل كده كل ماتش، يعني هو عشان كان قدام ايفرتون الكحيانه، فانت هتجيبه هتقعده دكه على طول، ممكن تحتاجه في ماتش من الماتشات يعني لو اتزنقت قوي، وهتلاقيه برده هيبقى راجل معاك وكل حاجه، غير كده ان انت اكيد مش هتلعبه اساسي يعني. نيجي بقى للتشكيله الثانيه. زي ما قلنا ان اريولا ثابت معانا،
واليسون من ليفربول. طبعا انت هتقول لي ازاي، انت لسه قايل من كام دقيقه ان اليسون ودفاعهم ودفاع ليفربول مالت كل حاجه. الجوله اللي فاتت بسبب ان ليفربول عامل كلين شيت، ببص لقيت نفسي نزلت حوالي 800 الف مركز، معرفش ازاي، مع ان كل تشكيلات الناس مفيش حد معاه ارنولد ولا في حد معاه اليسون. معرفش ازاي لما عملوا كلين شيت نزلت كل ده. فانا قلت ان انا اجيب كفر يعني حد منهم في الدفاع، ان هو بحس ان لو عملوا كلين شيت يعني يبقى انا مأمن نفسي. والدفاع معانا ثابتين زي التشكيله الاولى. انا بصراحه قعدت ادور مش لاقي افضل من الدفاع ده، هنري وتشيلويل وكاش واودوجي واندرسون. نص الملعب زي ما قلنا ساكا ومبيمو اساسيين معايا، وسون انا فضلته على مادسون. سون لو هياخد خلاص مهاجم على طول بالنسبه لي طبعا هيكون اولويه بكتير جدا عن مادسون، ومعاه ضربات الجزاء وايزي ومارش. عندنا بقى في الهجوم طبعا هالاند وواتكنز وكابتن عون اللي احنا اتكلمنا عنه. بص بقى الفكره كلها هنا، انت ممكن تلعب في الاسماء دي، مثلا تمشي ايزي وتجيب مثلا ديابي، وتمشي مثلا واتكنز وتجيب ادوارد. فاهم ان انت ممكن يعني مش لازم هي التشكيله ستامب، انت ممكن انت شايف حد افضل. ممكن مثلا انت مش مقتنع بمارش وشايف ان برايتون الجدول الجاي عندهم صعب، ممكن مثلا تمشيه وتجيب حد مثلا زي لويس دياز. احنا اتكلمنا عن جدول ليفربول هيبقى كويس جدا ازاي الفتره الجايه. فهي الفكره كلها ان انت ممكن تعمل ميكس بين التشكيلتين ونوصل لافضل تشكيله ممكنه. انا عن نفسي بصراحه مقتنع ان يكون معاك سون ومادسون في تشكيلتك في الفتره الجايه، ويكون مثلا معانا ساكا ومبيمو اساسيين. خط النص الخامس بقى انت تلعب فيه براحتك بقى، حد زي مارش زي ديابي زي راشفورد او برونو. انت دي بقى، وممكن تشوف حد برضو اختيار ديفرنشال خالص مش مع اي حد ممكن تجيبه. لكن انا شايف الاربعه دول هما لازم يكونوا اساسيين معانا. فركز كويس في اختياراتك يا صديقي. انا عايز كده ان شاء الله ان احنا كده نرفع الريتم كده ونرفع الحماس ونظبط دنيتنا باذن الله. سيبك من الاربع جولات اللي فاتوا دول بهجت تاني خالص. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونفعل اخطاء جديده، وان شاء الله كده نظبط تشكيلاتنا ونبقى مع بعض كده جوله بجوله باذن الله. وطبعا في نهايه الحلقه لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس من اخواتنا الفانتساويه في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، ويسيحوا فانسي. سلام.